اللي هي السيد الشغال دي أنا عارفاها، عارفة الفيلم ده بتاع عادل إمام. هو اصلا ده عباره عن ايه؟ مش انا بحاول اترجم. شارع محمد علي هو ده بقى؟ لا بصراحه لا. أين تذهب هذا المساء دي بقى حاجات اللي تبقى فيها أخبار الفنانين، أعمالهم، من حياتهم مثلا كده. الله الله الله. الصفحات اللي هي بتاعت أين تذهب هذا المساء، اللي هي نص صفحة بتبقى في الجورنال من تحت. ده المفروض باب في جورنال اسمه أين تذهب هذا المساء ولا ايه؟ أول ما بيجي جورنال أول حاجة ببص عليها الصفحة بتاعت هيجي في التلفزيون النهاردة في القناة الأولى والقناة الثانية، والمنطقة بتاعت أين تذهب هذا المساء، لأنه وارد إن يكون في حاجة مسرحية نزلت، حاجة جديدة حصلت، فألحق أعرف المعلومة. مش لازم أروح، بس أبقى عرفت إن هي موجودة يعني. اللي هي السيد الشغال دي أنا عارفاها، عارفة الفيلم ده بتاع عادل إمام. فيلم الواد سيد الشغال. انت عارفه الفيلم ده؟ عارفاه. شفتيه يعني؟ أنا عارفة الاسم ده. هي ممكن تكون مسرحية ولا إيه؟ احنا شايفينه طبعا قدامنا ده يعني مجموعه من المسرحيات اللي احنا دلوقتي بالنسبه لنا هي كلاسيكيات، يعني اخويا ايس وانا لايس، الواد سيد الشغال، بحبك يا مجرم. ده اعلان عن سينما تقريبا صح؟ يعني ممكن تبقى مسرحيه او سينما وسيرك كمان، وممكن يبقى في التلفزيون برضو صح؟ لا التلفزيون دي صفحه ثانيه خالص. اوكي. أغلبهم الحاجات دي شفتها قبل كده. أنا أصلا بحب الحاجات الأبيض والأسود قوي. فيلم الواد سيد الشغال. بس أعتقد إن هي مسرحية، يعني هي مسرحية فيلم. ما كنتيش بتقري جرايد؟ كنتش بقرا جرايد، كنت بقرا ابراج.